السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإيمر والحمل والعصافير. النهاردة إن شاء الله تواصلنا مع إحدى الأصدقاء على الواتس، فهو كان عنده يمام عايز ينقله من إقفاص. عايز ينقله يا جماعة من إقفاص، كل جوز حطه في قفص لسلاكة 5 أدوار أو سلاكة هو عاملها كتير. يعني سلاكة زي كده مثلا شبكة في بعضها في حدود 3 4 أدوار أو 5 أدوار أو أيا كان، عريضة أو كده. فهو عايز ينقل الأجواز دي فيها. دلوقتي بيشور عليا، بيقول لي أعمل إيه أو أنقلهم إزاي، أو في ضرر على البيض، في ضرر على الزغاليل. دلوقتي طبعا قلت له ظبط السلاكة وحط فيها مثلا المسائي والأكلات، وابتدي بص على الأجواز اللي عندك. اللي ما بطش أو شغال طبعا ده هيتنقل عادي. يعني اللي لسه ما بطش بيض او بيجهز عيش او شغال، ده نقله عادي، مفيش اي مشاكل فيه. طبعا البيضة مستحيل اللي يعرف ينقلها مثلا ينقلها وهتلاقي ايه ترقد على البيض، ده مستحيل. حتى لو نقلتها ايه مش هترقد على البيض طبعا، خوفا من المكان الجديد ورهبا من المكان الجديد ايا كان في وضعها اللي هو في نفس الأوضة. لا بس انت نقلتها من القفص اللي كانت بيضة فيه ومستريحة فيه، نقلتها لسلكة جديدة. طبعا كل الامور دي هتختلف عليها ومش هترضى ايه ترقد عندك. طب الزغاليل من عمر يوم لعمر مثلا 20 يوم 25 يوم ما تنقلهاش، فوق كده انقلها. ليه؟ عشان هتبقى مثلا زي السن مثلا بتاع الزغلول ده اهو. لما تنقلها سن الزغلول ده هيبتدي يجري وراهم ويبتدي ينقر معاهم وكده، كده تضمن اللي هو ايه لا قدر الله ممكن ما ياكلهوش، ممكن تخاف عليه. لكن في عمر اللي هم لسه راقدين عليه ده كده مش هيرضوا ياكلوه، هيخافوا. العمر ده يا جماعة، العمر ده لو نقلتهم من القفص للسلاكة طبعا مش هيرضوا ياكلوه. عرفنا كده يا جماعة. نقول تاني، لو بيضين طبعا مش هيتنقلوا. لو معهم زغاليل، عمر الزغلول ده في حدود ده في حدود مثلا داخل على الشهر اهو، هيقفل الشهر، ده كويس جدا ان ده يتنقل عادي. لكن الزغلول زي كده ده مش هينفع ان انا انقله خالص. كده بقى اللي هننقلهم ايه؟ اللي ما اشتغلش، اللي بيجهز مثلا عيش، الشباب، الزغاليل، ايا كان ده نقلهم في السلاك. لكن اللي بايضه او معاها زغاليل صغيره زي دي ما تتنقلش. كده مش هيحصل اي مشكله. وبعد كده اما تخلص مثلا تكبر الزغاليل بتاعها تنقلهم. اما تخلص مثلا البيض وتطلع الزغاليل، اذا كان البيض ان شاء الله يعمر ويشتغل ماشي، ما عمرش نقلهم. كده انت بحيث ان انت عملت ايه، حافظت على اليمام، نقلت من غير ضرر. ما رميتش بيض، ما ضحيتش بزغاليل نقلتها بحيث ان هم يموتوا في النقل ولا حاجه ومرضوش ياكلوهم. الحاجات دي كلها. قال انا فعلا مش مستعجل، وعمل كذا سلاكه كده عموله نقلهم. قال انا فعلا انا هحبسهم واحطهم يعني ايه في سلاكه كبيره، كلهم ايه مع بعض، كل عين في سلاكه، احسن ما انا كنت جاي كل شويه اشتري قفص عصافير وازود، كل شويه اشتري قفص عصافير وازود. فهو بصراحه عمل حاجه حلوه وعمل حل حلو، اللي هو ايه، عمل سلاكه مش عارف بصراحه كام عين، ممكن عامله زي وش الحمام مثلا 30 عين 40 عين 50 عين. وما شاء الله ربنا يزيده، وناجح في الانتاج بتاعهم والتزاوج بتاعهم، ومظبط كل جوز. كان في قفص كان صورهم لي بصراحة ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيده. كل قفص حطه وحاطط فيه جوز. طبعا كلمته على التربية الجماعي اللي انا برضك ما بشجعهاش قوي، عشان خاطر قال انا جربتها وما جازتش معايا. في كانوا شغالين عنده قال لي شغالين وتمام، بس ما جازتش معايا زي ما انا حابس كل جوز في قفص زي ما احنا قلنا. اقدر الحاجة العينة اقدر احكمها، الحاجة اللي مش شغالة اقدر اعرفها، اللي بيروق البيضة اقدر اعرفه. دي في الجواز. فهو بصراحة عمل السلاكة وعجبتني ما شاء الله فكرته، اللي هو كان كله جوز في قفص عصافير، فنقلهم كلهم ايه في السلاكة كلها شابكة في بعضها. فعشان كده يا جماعة كل سلاكة شابكة في بعضها. طبعا دي بتبقى حاجة كويسة وفكرة كويسة، وجددها لنا مفيش أي مشاكل فيها. طبعا لكن انت ما تنقل مثلا حاجة بيضة طبعا البيض هيبوظ، حاجة بزغللها طبعا، عشان نقل المكان لمكان مفيش مشكلة. حتى لو انت بتشتري حاجة من عند واحد ونقلتها كده مش هتجازي معاك، لازم تنقلها يديها لك بقفص العصافير اللي فيها. لو في سلاكة انت وحظك، لا ترقد لا ما ترقدش، لا تأكل زغلله لا ما تأكلش، الحاجات دي كلها.
تعالوا نشوف بقى. ما شاء الله الدنيا النهاردة مطرة ومغيمة. نبص على الحاجة بتاعتنا، ما شاء الله راقدة، مفيش أي مشاكل فيها. ودول ما شاء الله مجهزين اهم في الزاوية مساء الحال. ودول لسه طبعا بالزغلول بتاعهم لسه بيأكلوا. كده يا جماعة عرفنا هنعمل ايه لما نيجي ننقل. وفي اي برضك استفسار اي سؤال احتجت رقم الواتس اكتبوله على الواتس، وبرضك نشاور بعضنا زي الصديق احمد اللي هو ايه ظبط سلكته في الأوضة وحب ينقل. برضك خدنا آراء بعض وإيه وبدأ ينقل الجواز اللي مش شغالة أو كانت بتجهز عيش يظبط لهم العيون. طب احنا لو اشترينا مثلا روحنا عند حد من أصدقائنا في السوق عند محل لقينا جوز مثلا في سلاكة قالك لا هيشتغلوا مش عارف ايه، لا طبعا مش هيشتغلوا. وهتيجي تنقلوا مش هيرقدوا ولا يبيضوا ولا يعملوا ولا أي حاجة. لو هم واقفين عادي وشغالين خدهم عادي وتقلبهم كويس خدهم. لكن لما يكونوا بايضين وننقلهم لا مش طبعا مش هيرقدوا عندك. لو هو في قفص عصافير وبايضين او مطلعين خدهم وانت قلبك جامد. طبعا ايه هيبيضوا هيشتغلوا مفيش اي مشكلة. هيكملوا هيطلعوا اذا كانوا زغالين هيطلعوهم، اذا كانوا بايضين هيرقدوا. بس ممكن اللي تكون بايضة هتنقلها ممكن ما ترقدش من الخوف برضك مكان وكده. بس هتلاقي واحدة واحدة ايه هديت طالما مكانها ونفسها فيه وريحتها هتقوم جاية ايه قاعدة عليها. هو انا الجوز ده كان مكسر امبارح، مش عارف بقى ان ده لسه بتجهز عنقود البيض او كده. لان لما يجي يكسر ولا حاجه ما بياخدوش سكه 5-6 ايام وتلاقيهم ايه حضنوا وظبطوا. ده بقاله سكه اسبوع عمال يكسر عليها. ممكن تكون هي فعلا اول شغل ليها، ممكن تكون لسه ايه بتكون عنقود البيض. مش شرط يا جماعه اللي هو يكسر عليها وتبيض تاني يوم او تالت يوم او رابع يوم، لا ممكن تكون لسه بتحضر عنقود البيض وكده. فبتبتدي ايه تاخد وقت برضك لحد ما ايه لحد ما تبيض. بس طالما بيكسر عليها اعرف اللي هو خير ان شاء الله وقربت ايه تبيض. طبعا دول تحتها ما شاء الله زغلولين. طبعا عمالة تحضن عشان السقعة وتنفش ريشة عليهم. طبعا بقى لما تكون بيضة يا جماعة بيختلف بقى ال الشتاء من الصيف. الشتاء طبعا بصوا يا جماعة بتبقى راقدة على البيض وعاملة ازاي سقعانة برضه. بتبقى طبعا جسمها بارد وكده ونافشة وراقدة على البيض. ده برضك ايه بيختلف عن الصيف. الصيف طبعا بتلاقي بتقوم كتير والجو حر وجسمها في حرارة، فعملية الفأس بتبقى بدري. غير الشتاء بتبقى مثلا سقعانة ونافشة ريشها وقاعدة على البيضة. بس البيض متدفي عادي، مش اللي هو جسمها ساقع بتسقع البيض، لا جسمها متدفي عادي. بس هي بتبقى خارجي بتبقى ايه كسقعانة. بس هي دي حياتهم الطبيعية مفيش أي مشاكل. ومنتجين في الشتاء أو في الصيف مفيش برضك أي مشاكل فيهم. وعرفنا ازاي ما يكونوا حارين في الصيف بنعمل ايه، وما يكونوا برضك ايه في الشتاء عايزين نحميهم. لو في مثلا هوا جاي يمين او شمال القفص نسده، وفوق القفص برضك نسده بحيث ان احنا نحافظ عليهم وما نغطيهمش كلهم بعد كده نكشفهم عشان ما ياخدوش برد. ماشي يا جماعه. وتنوعوا في الاكل في الشتاء عشان خلوا بالكم اليمام اي حاجه بتجوع في الشتاء اكتر من الصيف. فلازم يعني هم الاتنين هم واكلين واقفين والكلفة قدامهم اهي، بحيث اما مثلا صباحا ليلا عصرا عايزين ياكلوا يلاقوا الايه الكلفة قدامهم اهم يا جماعة اهم. حتى هم القص واقف والزغلول مأكلينه وتمام ومعدته ما شاء الله قدامه اهو واقف واكل والكلفة قدامه اهي. طبعا الكلفة مش مخصصين نوع واحد طبعا عشان عارفين الضرر بتاعها، لا ذرة صفرا لا ذرة عويجة لا احنا ايه بننوع لهم اهو. طبعا الكلفة غالية عادي مفيش اي مشكلة ندق عيش نصغره خالص على قد حباية الدور العويجة كده ونأكله مفيش اي مشكلة اهو. الدكر قام والنتاية بتبدل وراه. طبعا التعاون ما بينهم. ادي دكر الزايف اهو. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.